أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من قناة ري من كيمي أو قناة مصري. درس النهاردة عن زمن المستقبل الأول. قلنا إن إحنا لما بنتكلم عن أي زمن بنتكلم عن 4 أركان رئيسية، هما الاستخدام وعلامة الزمن والتصريف مع الضمائر في الإثبات والتصريف في النفي. طيب بالنسبة للاستخدام، زمن المستقبل الأول بنستخدمه للتعبير عن حدث هيتم حدوثه في المستقبل القريب. يعني لما أقول مثلا هاني هيصلي أو هاني سيصلي، بنقول هاني نا إشليل، يعني إحنا كل اللي بنعمله بنضيف نا بعد الفاعل طبعا. علامة الزمن إحنا قلنا ملهوش علامة زمن، وهو نفس الحاضر الأول، بس بنحط للحاضر الأول كلمة نا. يعني إحنا كنا بنقول مينا يتكلم، قلنا مينا صاجي. لو قلنا مينا سيتكلم في المستقبل يبقى مينا ناصاجي، يعني احنا كل اللي زودناه على الحاضر الاول حطينا نا، يعني غيرنا الزمن من حاضر اول لمستقبل اول بمجرد ضفنا كلمة نا. يبقى الاستخدام للتعبير عن حدث هيتم في المستقبل. وتاني حاجة بنحط علامة نا كعلامة للمستقبل. تالت حاجة بالنسبة للتصريف في الإثبات، احنا كنا خدنا ان في الحاضر الأول الضمائر بنصرفها بشكل معين، هي اللي هنعمله في الزمن ده نفس التصريفة دي بتاعة الحاضر الأول ونضيف لها النا. يعني احنا كنا بنقول مع أنا بنقول تي. لما أقول أنا أصلي، يعني أنا بصلي بقول تي إشليل. لو حبيت أقول أنا سأصلي بقول تي نا إشليل. ونضيف نا لكل الضمائر باستثناء الضمير أنتي للمخاطب المؤنث. بدل ما هنقول تينا بنقول تيرا، وبقية الضمائر زي ما هي بالظبط. على سبيل المثال هنا عندنا لما أقول مثلا أنا سأشرب يبقى أقول تينا سو. أنت ستتكلمي يبقى أقول تيرا ساجي. أنا كتبت الضمائر هنا، هي المفروض ما تتكتبش، ممكن نكتب ستتكلمي على طول أو سأشرب على طول، بس أنا دي تسهيلا عشان نعرف بس تصريف الضمائر. لما أقول هم سيصلوا أقول سينا إشليل، اللي هو ضمير إنس أو بيبقى تصريفه سينا. أنتم ستكتبوا تبقى تيتين نا إسخاي. تيتين نا إسخاي. يعني أنا كل اللي عملته في الزمن ده ضفت نا مع كل الضمائر، وضفت نا لما يكون الضمير الفاعل اسم ظاهر. كل اللي أنا عملته ضفت نا، ده الفرق بينه وبين الحاضر الأول. يعني زمن سهل جدا. بالنسبة للتصريف في النفي نفس اللي احنا كنا بنعمله في الحاضر الأول، وهنضيف نا. يعني احنا كنا عندنا نوعين من التصريف في النفي. كنا عندنا نفي عادي باستخدام ان، ونفي مطلق بنحط ان او ام قدام الحروف الشفهية وبعد كده ان. طيب ناخد أمثلة. يعني لما نقول مينا لن يسمع يبقى مينا ناسوتيم ان. قلنا في الحاضر الأول بنقول مينا ما بيسمع، يعني ما بيسمعنيش دي في الوقت الحاضر بقول مينا سوتيم ان. لكن مينا مش هيسمع في المستقبل يبقى اقول مينا ناسوتيم ان. طب لو عايز اقول بقى مينا مش هيسمع في المستقبل خالص يعني مطلق، يبقى ام مينا ناسوتيم ان. طب ده بالنسبه للاسم الفاعل اسم الظاهر. طب لو الفاعل ضمير هو او هي او هم او اي حاجه، يعني لو حبيت اقول مثلا هو لن يتكلم يبقى اف نا ساجي ان. هو لن يتكلم. هو لن يتكلم مطلقا يبقى اضيف ان اف نا ساجي ان. اسنا او ام ان. هي لن تاكل، مش هتاكل قريب. طب هي مش هتاكل فيما بعد خالص، ما هتموت خالص بقى، يبقى ان اسنا او ام ان. يبقى كل الفرق بين الزمن ده وزمن الحاضر الأول هي اللي هي علامة المستقبل اللي هي نا، مع كل تتصرف مع كل الضمائر.